إذا قلنا بسم الله آية هيا نعد السبعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبعة ولا لا؟ بالبسملة. إذا قلنا نسقط البسملة هي أين السبعة؟ اسمع: الحمد لله رب العالمين، هذه أولى. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. 5. صراط الذين أنعمت عليهم. 6. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 7. 7 آيات. ماذا تقولون؟ هذا علم محرر صحيح، لا تشكوا أبدا، لا نقدم لكم مشكوكا فيه. 7 آيات. فمن هنا إذا قال الشافعي تلميذ محمد بن إدريس الشافعي أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، وقال الحنبلي أو المالكي لا تلم هذا ولا هذا يعتقد أنها آية يجب أن يقرأها أو صلاة باطلة. هذا يعتقد أنها ليست بآية، قرأ أو لم يقرأ صلاة صحيحة. ومن ثم اتحدنا ولم نختلف، واتفقنا ولم نتفرق أبدا، ولاحت أنوار علمنا ومعرفتنا، بخلاف لو كنا ما نعلم نتقاتل. إذن وسورة الفاتحة، عرفتم لما سميت الفاتحة ولا لا؟ لما؟ فاتحة الكتاب الكريم. هل لها أسماء غير الفاتحة؟ لا، 5 ثابتة بالكتاب والسنة. هي مكية وإلا مدنية؟ مكية. والآن هل عدت المكيات والمدنية؟ والله عدوها بالعد. والمصاحف عندنا يقول السورة الفاتحة مكية، سورة البقرة مدنية، وهكذا من الفاتحة إلى الناس. هذا ما نتعب فيه، المصحف مكتوب فيه السورة المكية والمدنية، وإلا لا؟ وفصلوها أيضا على جهة معروفة. يبقى ما معنى مكية وما معنى مدنية. بعضهم يقول المكية ما نزل في مكة، والمدنية ما نزل في المدينة، وهناك ما نزل لا في مكة ولا في المدينة. إنا فتحنا فين نزلت؟ في الطريق. نقول مدنية ولا مكية؟ وغيرها أيضا. إذن الذي عليه الإجماع الصحيح أن ما نزل من القرآن قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة مدني. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عام العمرة أو عام الفتح ونزلت صورة، ما تقول هذه مكية، قول مدنية. لما؟ لأن أضبط للقضية ما نزل قبل الهجرة أين نزل؟ في مكة، مكي. ما نزل بعد الهجرة أين نزل؟ بالمدينة. يبقى ما نزل في الطريق أو كذا يعطى حكم العموم، مدني ومكي. عرفتم الآن الفاتحة مكية ولا مدنية؟ مكية ومدنية أيضا، نزلت مرتين، مكية ومدنية. ومرحبا بالمكيات والمدنيات دائما وأبدا. هيا نقرأ الآية الأولى أو المقدمة. ماذا عندنا؟
سورة الفاتحة وهي مكية وآياتها 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شرح الكلمات. التفسير. ما معنى التفسير؟ التفسير لغة الشرح والبيان. فسر شرح بين. واصطلاحا شرح كلام الله ليفهم مراد الله تعالى منه فيطاع في أمره ونهيه ويؤخذ بهدايته وإرشاده ويعتبر بقصصه ويتعظ بمواعظه. تأملوا هذا الكلام. التفسير. ما معنى التفسير؟ معناه في اللغة الشرح والبيان، لكن وفي الاصطلاح القرآني ما التفسير؟ إنه شرح كلام الله وتفسير. لما؟ قال ليفهم مراد الله منه. ولما يفهم مراد الله منه؟ من أجل أن يطاع في أمره وفي نهيه، ومن أجل أن يؤخذ بهدايته وإرشاده. إذا القرآن يحمل الهداية والإرشاد ويعتبر بقصصه. القرآن ثلثه قصص. لما القصص؟ نشرح للعبرة ويتعظ بمواعظه. إذ القرآن يحمل المواعظ. السورة. قال السورة قطعة من كتاب الله تشتمل على 3 آيات فأكثر، وقد عرفتم سورة قصيرة فيها 3 آيات. الكوثر أقصى سورة. وسور القرآن الكريم 114 سورة. أطولها البقرة، أقصرها الكوثر. الفاتحة. ما معنى الفاتحة؟ فاتحة كل شيء بدايته، وفاتحة القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين. ولذا سميت الفاتحة، ولها أسماء كثيرة، منها أم القرآن والسبع المثان وأم الكتاب والصلاة والشافية والكافية. مكية. نعم. قال المكي من الصور ما نزل بمكة، والمدني منه ما نزل بالمدينة. والصور المكية غالبها يدور على بيان العقيدة وتقريرها والاحتجاج بها وضرب المثل لبيانها وتثبيتها. وأعظم أركان العقيدة توحيد الله تعالى في عبادته، وإثبات نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة. والصور المدنية يكثر فيها التشريع وبيان الأحكام من حلال وحرام. تشريع في السياسة، في الحرب، في السلم كما علمتم. الآيات جمع آية وهي لغة العلامة. وفي القرآن جملة من كلام الله تعالى تحمل الهدى للناس بدلالتها على توحيد الله تعالى وقدرته وعلمه وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. وآيات القرآن الكريم 6200 آية وزيادة. وآيات الفاتحة كم؟ 7 بدون البسملة. إذا نكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وغدا قد توجه إليكم أسئلة على درس اليوم.